أي حاجة على ما لا نهاية بتساوي صفر. الجملة دي أنا شفتها في كتاب كده لتشيكوف، وشفتها في مسرحية درامية للأستاذ يحيى الفخراني اسمها الرهان. أي حاجة على ما لا نهاية بتساوي صفر. القصة بتحكي عن إيه؟ القصة بتحكي عن واحد كان سهران مع ناس زمايله بيحبوا يعملوا رهانات كتير قوي، وهو قام راهن مرة إن هو يقدر يعيش 15 سنة محبوس لوحده، ويقدر إن هو يطلع يواجه الحياة بعد كده. كان بينتقد فكرة الإعدام، إن هو الإنسان مش المفروض يتعدم حتى لو عمل حاجة غلط، وإن هو يتحبس. فناقشوه قالوا له إن هو الإنسان لو اتعدم بيبقى رحمة له، لأن الحبسة وحشة. فهو راهنهم إن هو يقدر يقعد 15 سنة محبوس ويبقى زي الفل. فقالوا له انت على قد الرهان؟ قال اه. طب مقابل ايه؟ مقابل تقريبا كان 15 مليون ريبل حاجة كده يعني. فقام رايح جاي، وتاني يوم جهز هدومه وراح قعد، بس قال بشرط. كتبوا عقد كده وكتبوا فيه الشروط ان هو الانسان لو طلع قعد قضى مدة ال 15 سنة الا دقيقة يبقى خلاص مش هياخد فلوس. قال له تمام، هيقضي مدة ال 15 سنة في الزنزانة دي، وهيكتب الشروط دي وهيمضي عليها. كمان كمان بس بشرط ان هو يدخله كل الكتب اللي هو هيطلبها. فجهزوا له اوضه كده زي ما تكون في بدروم، وبعدين بدأ ان هو يقعد في الاوضه دي ولحد ويجيبوا له الكتب ويقرا، ويجيبوا له الكتب ويقرا. جه اول سنه تعب شديد جدا، قعد سنه مع نفسه. حتى الحارس اللي كان على الاوضه دي ممنوع ان هو يتكلم معاه، ما يتكلمش مع اي بني ادم، مسموح له بزياره واحده، مش فاكره كان كل قد ايه حاجه كده يعني، ويجيله كتب. تعب مره تعب شديد لدرجه ان هو هيموت، وقالوا له تخرج، ما رضاش يخرج. وفضل موجود ساعتها لحد التوقيت اللي هم قالوا له عليه. وبعد ما عملوا له التوقيت وخلاص قضى ال 15 سنة، دقنه بقت قد كده أصلا، وقرأ كتب كتير جدا، والراجل خلاص هيدفع الفلوس. يعني بعد 15 سنة زهق أصلا، يعني اتفاجئ إن هو إزاي عمل حاجة زي دي، وهيدفع بقى الفلوس خلاص. فراح عشان يقتلوا الفجر، لأن الرهان كان هيتعمل الساعة 12 الظهر. الناس اللي شاهدين عليه هيجوا عشان ياخد الفلوس، وهو قضى ال 15 سنة. فراح عشان يقتلوا الفجر فصح، قال له بلاش تعمل كده. فالراجل اتفاجئ، قال له ليه؟ جاب طباشير وكتب على السبورة أي حاجة على ما لا نهاية بتساوي صفر. فالراجل ما فهمش، قال له يعني إيه؟ قال له أنا دقت لذة الحياة كلها في الكتب، ودقت كل القصص وكل التجارب وكل حاجة وكل المتعة، واكتشفت حاجة واحدة، إن أي حاجة على ما لا نهاية بتساوي صفر. يعني أي حاجة مقابل الما لا نهاية دي اللي هي الآخرة بتساوي صفر. يعني مشيت في لذاذ الدنيا كلها، مشيت في أي حاجة تانية في الدنيا مقابل أي حاجة تانية. يعني مثلا عملت حاجة حرام، عملت أي حاجة، جميع متع الدنيا مقابل النهاية بتساوي صفر. وإن دي الحاجة اللي طلع بيها، وساب له المكان ومشي. ساعتها أنا بصيت كده على المسرحية واتفاجئت، وقعدت أتأمل في الحياة عموما، إن هو فعلا أي حاجة على ما لا نهاية بتساوي صفر. ايه اقصى حاجه، ايه اقصى متعه ممكن اعملها في الدنيا؟ ما هموت، مش النهايه الموت؟ بما ان النهايه الموت فخلاص، يعني همشي في الدنيا، هعمل اي حاجه، هقتل، هسرق، هعمل كل حاجه. واطف، ماذا لو انا جيت اموت بقى؟ ما نهايتي دي هتتقفل خالص. ففعلا دي حكمه انا خدتها، اي حاجه على ما لا نهايه بتساوي صفر. مهما كانت الدنيا، مهما كانت الفلوس، مهما كانت المتعة، مهما كانت كل حاجة، كل حاجة مهما كانت، في النهاية مقابل الآخرة ولا شيء. ولذة الدنيا عمرها ما هتكون زي لذة الآخرة، عمرها. دي حاجة أنا مش فضيلة، بالعكس أنا من أكتر الناس اللي ممكن تكون بتغلط، ربنا يرحمنا جميعا. بس دي حاجة أنا حبيت أشاركها لكم، لأني بفكر بيها نفسي قبل منكم طول الوقت. أي حاجة مقابل الما لا نهاية بتساوي صفر في النهاية يعني. فالإنسان من المفترض إن هو يعني يكسب الآخرة، لأن الدنيا مش جايبة همها والله.